نادية فكري، أكيد سمعتوا اسمها، البطلة البارالمبية اللي رفعت وزن 145 كيلو جرام، هي من ذوي الهمم. الأولمبيكس خلصت يوم الأحد اللي فات، ونادية فكري رجعت بميدالية برونزية، وهي كانت أكبر مصرية سنا في الأولمبيكس، فاسمها اوريدي سمع. وبعد كده بهرت الناس تاني في اللقطة بتاعة التتويج بتاعتها وهي طالعة على المنصة لما زغرطت. حققت زغروطة مصري. فالناس كلها انبهرت بيها في المرحلتين دول. وبعد كده بقى الناس بقى عندها فضول تعرف مين نادية فكري، او السؤال اللي بيحصل دايما مع ابطال البارالمبيكس تحديدا، لانه التركيز كله بيبقى على الاولمبيات الاصليه اهم. مش اولمبيات ذوي الهمم. ذوي الهمم. فالناس دايما بتسأل السؤال بتاع هم مين الابطال دول، تحسي ان هم طلعوا من اللاشيء ومحدش عارفهم، واكيد عشان مفيش عليهم نفس السبوت لايت اللي على الابطال الاولمبيات نفسها. فبنبقى مبهورين بكميه الميداليات اللي بيرجعوا بيها وبكميه الانجازات اللي بيحققوها. فالناس بتبتدي تدور بقى على الباك ستوري بتاعت كل حد. فنادية فكري من الناس اللي قصتها كله مشغول بيها على مدار اليومين اللي فاتوا، بيتكلموا عنها بكل التفاصيل اللي فيها. هي حصلت لها حادثة وهي صغيرة، يعني هي كانت مولودة طبيعية، وبعد كده حصلت لها حادثة فأصابها شلل يعني في رجلها. وهي في ثانوي باباها اتوفى، وهو كان من الأشخاص الداعمين قوي ليها في حياتها. بس كانت بتحب انها تروح الجيم، او كانت بتحب ترفع حديد. فابتدى الموضوع الاول، كانت بتلعب سباحه، يعني كانت بتحب السباحه، بس اتاثرت ببطله في رفع الاثقال كانت بتتكلم عن رفع الحديد، وهي بتحب تروح الجيم. فابتدت تفكر انه طب ليه الموضوع ما يتحولش ان هو يبقى حاجه بروفيشنال، او تبقى رياضه بتلعبها علشان تحقق فيها ميداليات. وفعلا ابتدت تلعب. ثرو اوت بقى الرحله بتاعتها اتعرفت على جوزها صلاح، اللي هو كمان بطل في كره طايره جلوس، يعني برضو من ذوي الهمم. والاتنين أبطال ماشيين في حياتهم، وخلفوا بقى وعاشوا الحياة الطبيعية يعني. وإمبارل كانت بتحقق لسه ميداليات، بس كانت آخر مشاركة ليها في بطولة تقريبا كانت في بكين في 2008. فمن 2008 إنها تاخد زي بريك كده، أو بريك انشغلت طويل. بعيالها وتربية الولاد ومش عارفة ايه، فما بقتش مركزة قوي على البطولات وعلى التدريب المحترف، حتى لو بتلعب على الجنب يعني. فإنها من 2008 ل 2024 تقريبا 15 16 سنة ترجع تاني تقرر انها تشترك في بطولة باريس. وعلشان يبقى في حتة كده للفيمينيزم وللناس اللي بتحب تشجع دور المرأة، جوزها هنا كان الشخص سبورتيف اللي ما راحش البطولة بتاعته، او ما راحش عشان يدعمها هي. يشارك مع بالظبط ما راحش يشارك مع الفريق الكرة الطايرة علشان يدعمها، عشان هو اللي يكون موجود مع ولادهم يعني. فهي اللي سافرت رغم انه فريق الكرة الطايرة حقق برضو ميدالية، فكان زمان جوزها شُفتوا هيبقى من الراجل الناس. المصري حلو أهو، بجد عشان يعني عليه negative بجد reviews دايمًا. نموذج بجد راجل رائع. فراحت الأولمبيكس بتاعة باريس وقدرت تحقق الميدالية البرونزية. فمن وقتها طبعا والناس كلها عمالة بتتفاعل مع القصة بتاعتها من بعد ما عرفوها وعرفوا تحسي فيه في حياتها كده كمية مايلستونز أو كمية نقط عشان توصل في الآخر، يقولوا ما هي ليه حق تزغرط طبعا، يعني دي واحدة ست مصرية بكل تفاصيل حياتها، بكل الحمل اللي شالته العقبات اللي قابلتها. يعني حد تاني لما بتحصل له حادثة زي دي ممكن خلاص يبقى إنسان بائس بقى بالضبط. وما يعملش أي حاجة في حياته. إنها توقف بطولات أو ما تبقاش بتشارك في بطولات، بعد كده ترجع بعد 15 أو 16 سنة وترجع تاني تقرر إن هي عايزة تدخل بطولة، مش لو قالت لا خلاص بقى أنا بيتي بقى وولادي ومش هرجع تاني ومش أولوية دلوقتي ومش عارف إيه. فطبعا كمية الكومنتس السبورتيف ليها ولجوزها طبعًا. صلاح ما وقفتش من ساعة ما عرفنا وعايزة قصة أقول لِك نادية. القصص دي كمان بتخلّي الناس يعني أولًا يحمدوا ربنا، الناس اللي بالظبط. إنه على صحتنا، ده أول حاجة. وبرضه بيورّيكِ قد إيه إنه الشخص اللي ما عندوش أي مشاكل صحية واخد صحته دي نوعًا ما for granted. بالظبط. فاللي هو إحنا دايمًا كسلانين، دايمًا عاملين، وهي بعد كل اللي هي مرّت بيه ده كانت لسه مُصرّة على إن هي تكون active حتى وهي يعني عندها شلل نصفي. فده حاجة عائق طبعًا كبير جدًا عن إن هي تكون active أو إن هي تعمل أي رياضة. فاختارت إن هي تحفّز العضلات اللي هي تقدر تشغّلها. بالظبط. اشتغلت على رفع الأثقال الجزء العلوي من جسمها. وده بي ده بد ده أظن إن دي حاجة motivational جدًا بالنسبة لأي حد حتى لو مش عنده نفس العائق اللي عندها، مم. عشان بيورّيكِ قد إيه إن إحنا مش مستغلين القدرات اللي إحنا عندنا ومستهونين بيها. for granted زي ما بتقولي إنه في حاجات
خلاص متعودين على وجودها في حياتنا، فاللي هو تمام. بس لمّا نقعد نشوف الست في الصور والفيديوهات بتاعتها وهي على البنش بتاع رفع الأثقال وبتشيل تحس إنك يعني متفاعلة معاها بكل تنتوفة في روحِك، من كتر ما هي قادرة تعمل ده أو قادرة تحققه أو توصل لحاجة فيه، في حين إن فعلًا زي ما بتقولي ناس تانية من أبسط حاجة أو من أقل حاجة بتُحبط في حياتها، أو خلاص بالضبط. خلاص الدنيا كده اتقفلت واسودت ومش هنعمل حاجة ومش هنتحرك من مكاننا. فالقصص اللي زي دي فعلًا بتبقى ملهمة، وبترجع تخلّي الناس تاني تتكلم في إنه كل مرة في الأولمبيكس أو في أي بطولة حد بيحقق فيها حاجة من الناس اللي إحنا بنقول عليهم إمم. في الظل أو ما حدش عامل عليهم focus، بيرجعوا يقولوا تاني يا جماعة إحنا ليه ما بنركزش مع الناس دي، إحنا ليه ما بندعمهمش، إحنا ليه ما بنتفرجش على الرياضات دي برّه الأولمبيكس حتى، أو يعني حتى نبقى بنشجعهم بنتفرج عليهم. لأ إحنا برضه معظم الناس فعلًا اهتمامها بالأولمبياد وقف مع الclosing ceremony بالضبط. والأبطال اللي رجعوا واحتفلنا بيهم، واللي بعد كده مش كل الناس لازم اتفرجت ندّيهم عليه واهتمت حقهم. بيه. بالضبط، فدايمًا الناس بترجع تشجع تاني أو تقول تاني إنه محتاجين نبقى بنهتم بالناس دي ونحط الfocus بتاعنا على اللي راجع لنا أنا مش عارفة كام ميدالية لحد دلوقتي، بس بعثة مصر هي أكبر بعثة في الMENA region راجعة بميداليات من Paralympic. البارالمبية، آه. راجعة بميداليات، فإنه دايمًا بيقعدوا يقولوا يعني يا ريت نركّز معاهم، يا ريت حتى نشجعهم معنويًا لو إحنا مش قادرين ندّي لهم support أو نركّز عليهم زي ما بنركّز على الكورة أو على الألعاب التانية الcommercial أكتر أو اللي الناس بتهتم بيها أكتر يعني. خلّينا ناخد كام comment. ري بيقول قصة جميلة أوي. دايزي بتقول ما فيش راجل مصري كويس الحمد لله. ما إحنا لسه قايلين ليه أهو، كده، ليه صلاح، كده، ليه كده؟ صلاح. هايل أوي، ما شاء الله تستاهل، بطلة. قصة ملهمة فعلًا، حلوة وجهة نظركم للموضوع. بجد شكرًا هي يا ري. قصتها جميلة. أنتم الاتنين عاملين جو حلو مع بعض، قبول وروحكم حلوة وندى جميلة. شكرًا. حد بيقول لنا صباح الخير يا مصر، صباح الخير. وحد بيقول بنات Egypt. صباح الخير يا مصر وبعد كده بنات Egypt. حضرتِ في صباح الخير يا مصر صحيح؟ ما حضرتيش صباح الخير يا لا، مصر لا، قبل لأ كده. عارفاه، بجد؟ عارفاه، إيه ده وعارفة الله! صباح الخير يا عرب برضه يعني في بُصّي حضرت 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 الاتنين، الregional بتاعه. حضرت الاتنين. خلّينا نشوف comments إيه تاني. دايزي تقول لنا أحلى بنات Egypt. شكرًا. إحنا بنحاول نبقى محسوبين على الاتنين، بس ماشي. ميدو بيقول لنا حاجة تشرّف وتفرّح فعلًا، هي قصة بجد فعلًا تشرّف وتفرّح فعلًا، ولازم يكون في focus أكتر على البارالمبيات، لإنه يعني زي ما إحنا بنركّز على الأولمبيكس هم يستاهلوا اللي هم ياخدوا نفس الrecognition ده. بالضبط. لذيذ هنا بقى في السوشيال ميديا الحاجات اللي زي دي بقى، زي ما بيبقى في trends اللي هي لأي كلام والحاجات اللي إحنا بنقعد نتكلم عليها إنه هي دي اللي طالعة trend وهو الtopic ده اللي كل الناس بتتكلم عليه، إمم. بيبقى لذيذ بقى لمّا تلاقي حاجة زي دي trending أو حاجة زي دي الناس كلها ابتدت تدوّر بالضبط. بقى مين الست دي ومين البطل ده ومين مش عارفة إيه، ويدوّروا في القصص بتاعته ومش عارفة إيه، فبتحسي إنه ده الجزء الإيجابي بقى بتاع السوشيال ميديا إنه فعلًا بيحط عليهم focus أو بيخلّي الناس تبتدي تعرفهم وتعرف تفاصيل حياتهم. ده حقيقي، وكمان بيبقى حلو أوي إن الناس أخيرًا بقى بتدّي القصص الملهمة الpositive دي حقّها، لإنه دلوقتي الدراما هي اللي بتجيب أكتر، فإحنا يعني مبسوطين إن في حاجة positive الناس مهتمة بيها، مش بالضبط. دايمًا الحاجات الnegative وشيرين وحسام وكده. لقطة وبتاع وخلاص. الشروق بتقول لنا اتكلموا على البنوتة اللي أخدت البرونزية برضه يا ريت قصص ملهمة تاني. أكيد. نوعدك إن إحنا هنقول أي قصص ملهمة، وأنتم برضه لو عندكم أي قصص ملهمة حابين تشاركونا الفتوا مثلًا، حد نظرنا ليها تعرفوه أنتم شخصيًا، يا ريت تبعتوا لنا على الDMs على إنستجرام، وإحنا أكيد هنتكلم عنها في الشغل. هنذاكر وهنيجي نقول لكم عليها زي بالضبط. ما ذاكرنا فارس سكر ومين كشري اللي قالوا علينا محمد هنروّح كشري، نذاكره النهارده بعد الحلقة. محمد كشري. نفسي أفهم مين محمد كشري ده، هنذاكره فعلًا، هنذاكره، هنذاكره هنذاكره بعد وهنيجي لكم بكرة جاهزين. دي آخر فرصة ليكم لو أي حد عايز يشاركنا أي حاجة قبل ما last نقفل words. الlive. وبنشكر أي حد بعت لنا هدايا النهارده أو coins النهارده. شكرًا. في حد بعت لنا النهارده هدية أنا I wanna give them a shout out، إن هو أخد our number one gifter في أوه! الlive. لو سمعنا دلوقتي يا ريت تظهر، لإنه اعمل مش كده قادرة عشان ألاقي نشوفك. الnotification تاني اللي هو بعت لنا هدية. بدر. شكرًا بدر. بدر can be a girl or a boy، فمش عارفة بدر. number one gifter badge. وإحنا برضه بنفكّركم إن إحنا أكتر شخص هنلاقيه بيinteract معانا في الlive بنفكّر إن إحنا نطلّعه معانا في الlive. interact هوا بقى مش إمم. بس في الcomments. بس يا ريت ما تطلعوش تقولوا ناخد حاجات وندّي شائكة كده. بس. please. يا ريت ما تطلعوش تقولوا حاجات زي الحاجات الشائكة اللي في الcomments. keep it conservative. حاسة إن ده
يعني طلب صعب أوي من الشعب المصري. بجد. إحنا شعب بدون فلتر. بنحب ناخد راحتنا كده. أوي بالذات في تيك توك، ما أعرفش ليه، إنستجرام مش أوي كده. ما تيك لهوش توك فلتر خالص. عايزين الناس اللي بتتفرج علينا على الإنستجرام عايزين نفس الحماس زي بتوع التيك توك بجد يا جماعة. حاسة انستجرام تحسيهم هاديين كده، هادين بيتفرجوا في أوي، صمت، اللي هو بالضبط. شوية قولوا لنا comments حاجة، كده قولوا حاجة. بسيطة.